بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأول درس في الصف الرابع الابتدائي. أول درس بيتكلم عن الكسور. بدأنا الترم اللي فات اتعلمنا فيه الأعداد الصحيحة. النهاردة بقى بناخد عكسها الكسور. طيب الكسر عبارة عن عدد، العدد دوت قيمته تنحصر ما بين الصفر والواحد. يبقى الكسر العدد اللي هو هنقول عليه كسر، هو الكسر عبارة عن عدد قيمته تنحصر بين العدد صفر والعدد واحد، يعني أكبر من الصفر وأقل من الواحد. طيب الكسر ده بيظهر إمتى؟ الكسر بيجي من تجزئة أو تقسيم الواحد الصحيح إلى أجزاء متساوية. يعني لو عندي هنا دائرة، الدائرة دي قسمتها إلى جزئين متساويين، يبقى كل جزء عبارة عن كسر. طيب الكسر ده قيمته قد إيه؟ ده اللي إحنا عايزين نتعلمه. إزاي أحسب قيمة الكسر من الشكل اللي قدامي ده؟ يبقى أنا بشوف الواحد الصحيح بتاعي اللي هي الدايرة بتاعتي دي اتجزأت إلى كام جزء متساوي. طيب اتجزأت جزئين، بعمل أنا شرطة بسميها شرطة كسر، بحط أنا عدد الأجزاء المتساوية اللي أنا جزأت لها الواحد الصحيح بتاعي، يبقى هو ده المقام بتاعي. يبقى المقام عبارة عن عدد الأجزاء المتساوية التي تم تقسيم الواحد الصحيح لها. يبقى أنا هنا قسمت جزئين متساويين، يبقى المقام بتاعي 2. طيب أنا ظللت كام جزء؟ أخذت كام جزء؟ هنا أخذت جزء واحد. طيب يبقى هنا العدد بتاعي اللي ظهر هو نص. يبقى النص ده أول كسر بنتعرف عليه وبنبدأ بيه درس الكسور. طيب النص ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجزء اللي هو المظلل ده. طيب لما أجي أكتبه بشكل حسابي، يبقى أنا أو بطريقة حسابية بعمل شرطة كسر، أحط المقام بتاعي 2 والبسط بتاعي 1. اتعلمنا السنة اللي فاتت السنة تالتة إن اللي فوق شرطة الكسر ده اسمه البسط وده اسمه المقام. طيب الكسر ده هقرأه نصف، يبقى الكسر بتاعي قرأته هو نصف وكتبته 1 بشرطة كسر و2. ممكن أقول عليه 1 على 2. طيب ليه المقام 2؟ لأن عدد الأجزاء المتساوية هنا 2، وهنا البسط 1 لأن هنا اللي أنا ظللته أو الجزء اللي أنا أخذته عبارة عن جزء واحد من الجزئين، يبقى ده نص. طيب يبقى الكسر عبارة عن عدد قيمته تنحصر ما بين العدد صفر وإيه؟ واحد. في النص ده عبارة عن عدد قيمته أكبر من الصفر وأقل من الواحد. طيب الكسور الأخرى اللي ممكن تقابلني ممكن نتعرف عليها. لو أنا جزأت الواحد الصحيح إلى 3 أجزاء متساوية، يبقى المرة اللي فاتت جزأنا الواحد الصحيح إلى جزئين، المرة دي جزأت الواحد الصحيح إلى 3 أجزاء متساوية. طب لو أنا جزأت الواحد الصحيح إلى 3 أجزاء متساوية، كل جزء منه هسميه تلت. يبقى الجزء الواحد من ال3 أجزاء المتساوية عبارة عن ثلث أو تلت. طيب الثلث ده بكتبه ازاي؟ بعمل شرطة كسر، أعد الأجزاء المتساوية عبارة عن 3، ده المقام. يبقى قلنا المقام هي عدد الأجزاء المتساوية التي قسم إليها الواحد الصحيح. الدايرة بتاعتي دي هي عبارة عن الواحد الصحيح، أنا جزأتها إلى 1 2 3 أجزاء متساوية، يبقى هنا عندي ده المقام 3. طيب أنا ظللت جزء واحد، يبقى ده البسط بتاعي، يبقى العدد ده أسميه ثلث. لو أنا جيت برضو جزأت الواحد الصحيح إلى 3 أجزاء متساوية وجيت ظللت جزئين من ال3، يبقى في الحالة دي العدد بتاعي هيبقى البسط 2 إنما المقام بتاعي 3، والعدد ده ثلثان. طيب لو أنا جزأت الواحد الصحيح 3 أجزاء متساوية وجيت ظللت ال3 أجزاء، يبقى العدد بتاعي هنا عبارة عن 3 على 3 اللي هو 3 أثلاث. والعدد ده بقى مش كسر إنما ده عدد صحيح بس في صورة كسر زي ما هنتعرف بعد كده. فده بسميه العدد 3 على 3 اللي هو الواحد الصحيح اللي هو الدايرة كلها، اللي هو الواحد الصحيح بتاعنا جزأه 3 أجزاء وظللت ال3 أجزاء، يبقى هنا البسط 3 والمقام 3، وبالتالي العدد ده هيبقى هو نفسه الواحد الصحيح. وما اجي أقرأه أقول عليه 3 أثلاث أو 3 على 3. طيب لو أنا جزأت الواحد الصحيح إلى 4 أجزاء متساوية، يبقى كل جزء هسميه ربع. يبقى لو جزأت جزئين يبقى كل جزء هسميه نصف، لو جزأت 4 أجزاء متساوية يبقى أسميه ربع. شرط التجزئة هنا أو التقسيم لازم تكون أجزاء متساوية عشان أقدر إن أنا أحسب قيمة الكسر بشكل مظبوط. طيب أنا جزأت 4 أجزاء متساوية، يبقى المقام بتاعي 4. يبقى المقام بناء التاني هو عدد الأجزاء اللي اتجزأ لها الواحد الصحيح. طيب أنا ظللت كام جزء؟ ظللت جزء واحد، يبقى هنا الكسر بتاعي هكتبه بالشكل ده 1 على 4 وبقرأه ربع.
طيب لو انا جزأت 4 اجزاء متساوية وظللت جزئين، يبقى هنا البسط 2 والمقام 4 واسميه ربعان، اللي هو نفسه هنعرف بعد كده النصف، لان هنا الجزئين اللي انا جزأتهم هما ربعين، ربع وربع، وبيمثلوا بالنسبة للشكل عبارة عن نصه، يبقى انا ظللت نصه، يبقى الربعين هما نفسهم الايه النص، وهنعرف الكلام ده في التمارين اللي جايه ان شاء الله في الكسور المتساوية. طيب عندي هنا ظللت 3 اجزاء متساوية من الأربعة، يبقى الكسر بتاعي هنا 3 على 4 وبكرره 3 أرباع. طيب لو انا ظللت الاربع اجزاء يبقى ظللت الشكل كله، يبقى ظللت الواحد الصحيح بتاعي، لما اجي اكتبه في شكل كسر يبقى 4 على 4 اللي هي نفسها الواحد الصحيح، وبقول عليها 4 أرباع، يبقى 4 أرباع هي نفسها الواحد الصحيح. طيب الواحد الصحيح بتاعي عبارة عن المستطيل الكبير ده، وجيت اجزأته برضه اجزاء متساوية، عايز اعرف قيمة الجزء المظلل هنا، يبقى انا بعمل شرطة كسر الاجزاء المتساوية، طالما هي اجزاء عبارة عن كسور يبقى انا اكتبها في شكل كسر، فبحتاج شرطة الكسر، وشرطة الكسر دايما عايزة بسط وعايزة مقام، البسط فوق والمقام تحت. طيب المقام بتاعي عدد اجزاء متساوية، اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى هنا البسط المقام بتاعي 12. طيب ظللت كام جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 على 12. وده كله كنا بنعمله السنة اللي فاتت في سنة 3، بنفكركم بيه في سنة 4. يبقى هنا الكسر بتاعي يبقى 7 على 12. طيب هنا الواحد الصح بتاعي الدايرة بتاعتي جزأتها إلى 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي خطأ شائع إن أنا لما أجي أحسب المقام بعد الغير مظلل، في طلبة بتعمل كتير كده، انما هنا المقام اعد كله مظلل وغير مظلل، عدد اجزاء الشكل كلها يبقى ده المقام بتاعي. طيب اللي انا ظللته ده البسط، هنا 4 1 2 3 4 يبقى 4 أتمان، يبقى الكسر بتاعي هنا 4 أتمان. طيب هنا نفس الكلام، الشكل بتاعها من شرطة الكسر، وعد 1 2 3 4 5 6 يبقى المقام بتاعي 6. ظللت 1 2 3 يبقى البسط بتاعي 3، ويبقى العدد ده 3 أسداس. طيب هنا 1 2 3 4 5 يبقى المقام 5، ظللت 1 2 3 يبقى هنا 3 أخماس. طيب عرفت بعد ما عرفت يعني ايه الكسر وعرفت ازاي احسبه، باخد اهم ميزة في الكسور في الكسور يا جماعة عكس الأعداد الصحيحة. العدد الصحيح لا يساوي إلا نفسه، بمعنى أنا لو كتبت عدد صحيح زي 4 وطلبت إن أنا أكتب عدد صح آخر يساوي العدد 4، مش هلاقي أي عدد صح آخر يساوي العدد 4 إلا العدد 4 نفسه. إنما ما أقدرش أساويه بالتلاتة، ما أقدرش أساويه بالخمسة، يبقى مستحيل ألاقي عدد صح آخر غير الأربعة يساوي العدد 4. إنما الكسور لأ، الكسور ممكن الكسر الواحد يبقى عندي كسور كتيرة جدا تساويه، مختلفة عنه في البسط والمقام، إنما مساويه أو بتساويه في القيمة، زي النص والربعين. النص هو نفسه الربعين بيساوي بعض، النص جنيه زي الربعين جنيه. أنا لو عايز أشتري حاجة بنص جنيه، لو دفعت لصاحب المحل ربعين هي نفسها النص. كذلك الأربع أتمان، لو وزنت 4 أتمان تمن وتمن وتمن وتمن، وجيت وزنتهم أو قارنت ما بينهم وما بين النص كيلو جرام والأربع أتمان كيلو جرام، هلاقيهم هما الاتنين متساويين، يبقى النص بيساوي الربعين بيساوي الأربع أتمان. يبقى الكسر الواحد ممكن أنا أوجد صور كتيرة جدا من كسور أخرى تكافئه أو تساويه. طيب ازاي أنا بقى أحصل على هذه الكسور؟ لو عندي كسر ازاي أحصل على كسور أخرى تساويه؟ أقدر إن أنا أحصل عليه بالقاعدة دي، إن أنا بقول يمكن كتابة عدة كسور تكافئ أو تساوي كسر، أي كسر بطريقة من طريقتين، يا إما هاخد بسط الكسر ومقامه وأضربهم في عدد ثابت بس العدد ده ما يكونش الصفر، أو هاخد البسط والمقام وأقسمهم على عدد ثابت بس ما يكونش الصفر. طيب عدد ثابت يعني العدد اللي أنا هضربه في البسط يبقى هو نفس العدد اللي أنا هضربه في المقام، ولو هقسم يبقى أنا هقسم البسط على عدد وأقسم المقام برضه على نفس العدد. السؤال هنا كتمرين على اللي احنا قلناه، بيقول لي هنا اكتب 4 كسور تساوي الكسر 3 أخماس. أنا عندي كسر زي 3 أخماس، عايز أكتب أنا 4 كسور تساوي الكسر ده، يبقى أنا هجهز 4 شرط كسر علشان أوجد 4 كسور تساوي الكسر 3 أخماس. هعمل إيه؟ هاخد البسط 3 والمقام 5 وأضربهم أنا في عدد، العدد ده مش هيكون صفر،
وبرضه مش هيكون واحد عشان ما يظهرش نفس الكسر بتاعي. فممكن اضرب في العدد 2، ممكن اضرب في العدد 3، في 4، في 5، اي عدد يعجبك ممكن ان احنا نضرب فيه طالما هو طلب مني اي 4 كسور محددش عليا. طيب انا هختار مثلا عدد 2، هاخد ال3 اضربها في 2 يظهر هنا 6، و5 في 2 يظهر هنا 10. يبقى الكسر الجديد اللي هو 6 أعشار ده عبارة عن كسر مختلف في البسط عن البسط بتاع الكسر بتاعي، والمقام مختلف عن المقام، انما في القيمة ال6 أعشار هي نفسها ال3 أخماس. يبقى من حيث القيمة 3 على 5 هي نفسها 6 على 10. طب لو انا عايز احصل على كسر اخر يساوي 3 أخماس، يبقى انا هحدد عدد اخر اضرب فيه. وقلنا شرط الضرب ان انا هضرب في عدد ثابت، يعني البسط ينضرب في عدد والمقام ينضرب في نفس العدد. يبقى هنا هختار مثلا عدد زي ال3، 3 في 3 ب9، وهضرب ال5 في 3 ب15. يبقى احنا هنا ضربنا في 2، انما هنا ضربنا في 3. طيب لو انا عايز كسر اخر اضرب في عدد اخر وليكن ال5، 3 في 5 ب15، 5 في 5 25. كل الكسور دي كسور متساوية. طيب لو انا ضربت او محتاج عدد رابع هختار عدد رابع. ضربت في 2 وفي 3 في 5 ممكن اضرب في 10، 3 في 10 ب30، 5 في 10 ب50. كسر 30 على 50 هو نفسه الكسر 3 أخماس، هو نفس 6 أعشار، هو نفس 9 على 15، هو نفس 15 على 25. كل دي كسور متكافئة وكسور متساوية. طيب عايز كسر آخر يساوي الكسر 3 على 5. يبقى قلنا أخدنا سويناها ب6 على 10 بالضرب في 2. ممكن أضرب في 3 فطلعت معايا 9 على 15، في 5 طلعت 15 على 25، في 10 طلعت 30 على 50. معنى كده إن ال3 أخماس هي نفسها 6 على 10، هي نفسها 9 على 15، هي نفسها 15 على 25، هي نفسها 30 على 50. طيب هل اقدر احصل على كسور اخرى تساوي هذا الكسر؟ طبعا ممكن نحصل على كسور كتيره جدا تساوي هذا الكسر. طيب التمرين هيجي لي بقى ازاي؟ هيقول لي هنا هيجيب لي 3 كسر زي 3/4، ويقول لي هنا بيساوي 6 على نقط، يساوي 12 على نقط، يساوي نقط على 20، يساوي نقط على 28. دي كلها كسور متساويه. جايب لي البسط وعايزني اجيب المقام، او جايب لي المقام وعايزني اجيب البسط. هنا عندي مجموعه طرق كتيره جدا علشان اقدر اوصل للبسط والمقام الصحيح هنا. ابسطها اللي احنا اتعلمناها السنه اللي فاتت، ان هنا عندي 3 في البسط وهنا عندي 6 في البسط. اشوف انا ضربت في كام او قسمت على كام عشان اوصل للبسط ده. طيب هنا 3 وهنا 6، يبقى طبيعي جدا ان انا ضربت، لان هنا 6 اكبر من 3. طب ضربت ال3 في كام عشان تبقى 6؟ ضربنا في 2. طب احنا اتفقنا اللي نضرب فيه في البسط نضرب برضو فيه في المقام. يبقى ال4 في 2 ب8. يبقى انا كده وصلت للمقام بتاعي. يبقى انا الطريقه الاولى ان انا هشوف البسط بتاعي نضرب في كام واضرب المقام في نفس هذا العدد. طيب طريقة تانية ممكن ان انا اقسم واضرب. هاخد المقام بتاعي البسط بتاعي اللي هو 6 اقسمه على 3، 6 على 3 فيها ال2، الناتج اللي يطلع اضربه في ال4. يبقى 6 على 3 فيها ال2، 2 في 4 برضه ب8. دي طريقة سريعة شوية وممكن نعملها بالطريقة الأخرى أيا كان. في عندنا طرق أخرى بس طبعا كفاية عندنا الطريقتين دول. هنا عندي 12 على 3 فيها ال4، 4 في 4 ب16. او هقول 3 انضربت في كام عشان تبقى 12، اقول انضربت في 4. يبقى ال4 برضه تنضرب في 4 تديني 16. طيب 4 في كام تديني 20؟ 4 في 5. يبقى برضه نفس الكلام، اخد ال3 اضربها في 5 تديني 15. او اقول 20 على 4 فيها 5، 5 في 3 ب15. 28 على 4 فيها 7، 7 في 3 ب21. طيب الكسر اللي بعده هنا خمس يساوي 3 على نقط، يساوي نقط على 25، يساوي 8 على نقط. طيب هنا اعمل ايه؟ الواحد انضرب في كام عشان يبقى 3؟ انضرب في 3. زي ما ضربت المقام البسط في 3 اضرب المقام برضو في 3. يبقى 5 في 3 ب15. هنا 5 انضربت في كام عشان تبقى 25؟ انضربت في 5. يبقى هنا الواحد في 5 برضو بايه؟ ب5. ممكن اعملها بالطريقه الثانيه، اقول 8 على الواحد فيها 8، 8 في 5 ب40. هتلاقي دي سريعه شويه. نفس الكلام اهو، 6 على 2 فيها 3، 3 في 3 ب9. 6 على 3 فيها 2، 2 في 2 ب4. 21 على 3 فيها 7، 7 في 2 ب14. طيب 14 على 7 فيها 2، 2 في 9 ب18. 81 على 9 فيها 9، 9 في 7 ب63. أهم حاجة في الموضوع ده إن أنا أكون حافظ جدول الضرب. 70 على 7 فيها 10، 10 في 9 ب90. طيب آخر حاجة معايا في الفيديو ده العدد الصحيح بقى نفسه. هل ممكن أكتبه في صورة كسر؟ طبعا. اي عدد صحيح ممكن اكتبه في صورة كسر، بس بحيث ان الناتج قسمة بسطه على مقامه يساوي هذا الواحد او هذا العدد الصحيح. زي العدد واحد، العدد واحد ده اقدر اكتبه فيه على هيئة كسر او شكل الكسر وبحتاج الكلام ده بعد كده في دروس جاية ان شاء الله.
طيب اتمرن عليها في التمرين ده. هنا عندي واحد بتساوي 2 على كام؟ يبقى ايه الاتنين دي اقسمها على كام يديني الواحد الصحيح؟ يبقى طبعا اقسمها على نفسها، اي عدد يتقسم على نفسه يديني واحد صحيح، يبقى الواحد هنا بتساوي 2 على 2. طيب وهنلاحظ كده ان انا لو ضربت المقام دايما بتاع الكسر في العدد الصحيح يطلع البسط، يبقى المقام في العدد الصحيح يطلع البسط. بالنسبه لعدد واحد سهله جدا اهو، اللي نقسم الاثنين على كام عشان يديني واحد صحيح؟ يقسمها على الاثنين. طب كام على 3 يديني واحد؟ يبقى 3 على 3. 5 على كام يديني واحد؟ 5 على 5. كام على 7 يديني واحد؟ يبقى 7 على 7. يبقى الواحد صحيح يساوي 2 على 2، 3 على 3، 5 على 5، 7 على 7، 4 على 4، 9 على 9، مليون على مليون، 1000 على 1000، اي عدد على نفسه. طيب العدد الصحيح 2، يبقى انا اخد القاعده بتاعتي اللي بتقول ان البسط لو انا ضربته في العدد الصحيح يطلع المقام، دي هتبقى سريعه واكمل بيها على طول اللي ناقص عندي. 3 في 2 ب6، يبقى انا كده جبت البسطه، بحيث ان لو قسمت 6 على 3 تديني 2 صحيح. 5 في 2 ب10، 10 على 5 تديني 2 صحيح. طيب هنا بقى ما اضربش، هنا بقى اشوف ايه اللي ينضرب في 2 يديني 8، ما تقولش 2 في 8 ب16، لا، مين اللي انا بضرب المقام في العدد الصحيح يطلع البسط، يبقى المقام هنا مش موجود، اشوف مين اللي ينضرب في 2 يديني 8، اقول له ال4. تمام، ممكن اقسم ال8 على 2 فيها ال4، واتاكد من حلي ان لو قسمت 8 على 4 هتديني 2 ايه صحيح. طيب نفس الكلام هنا، مين اللي ينضرب في 2 يديني 12، اقول ال6، بحيث 12 على 6 هي نفسها الاثنين. طيب لو جاب لي عدد صحيح زي 3 نفس الفكره، 2 في 3 ب6. كام في 3 يديني 21؟ 7 في 3. 5 في 3 ب 15. كام في 3 يديني 30؟ 10. 10 في 3 ب30. نفس الكلام لو جاب لي عدد صحيح 5، 3 في 5 ب 15. طيب كام في 5 يديني 35؟ 7. 9 في 5 ب 45. وبكده انتهى الدرس الأول.